أنا أعطيك الحرية كاملة تحكي برأيك، بس أما إذا تهين أو تغلط على آدم لا والله ما أقبل، لا منك ولا من أي شخص، حتى من آدم ما أقبل إذا يغلط. أنت غلطت بحق النار، يعني الكلام اللي وسمعنا به ما مقبول منك يا طيب. يعني الكلام أنت رجال، يعني ما يكون حتى إذا ينزلك مرة مرتين بس ما مقبول منك. حتى إدارته مو زين أوكي، مو مشكلة. أنت إذا عندك إدارته وأنا موجود هنا، موجود أنا يمك موجود، وإحنا وأبو علي وناس والعالم قاعدين، يعني الحكي منك يا طيب شلون يعني؟ أوكي، يعني انت تغلطت على انوار، يعني شلون يعني؟ انت ما اتصور، انا ما اقبل شخص يوجه لي الكلام، الكلمه اللي يوجه لي انت وجهت الانوار، والله كان من يكون ما بقي بالجاد، والله صراحه احكي لك اياه، كان من يكون ما بقي بالجاد. هو طاقك قبلك بالروم، بس ما يصير هذا منك يا طيب. اوكي، احنا نناقش ونسولف ونجادل ونناكر على موضوع، بس ما يوصل الكلام اللي يساوي والكلام خلينا نقول الشارد، الشارد يعني حشاك بحش الحضور، يعني كلمة الزنا يعني ما حلوة يا طيب. ما تصور انت انسان واعي وفاهم، ما تقبل على نفسك الكلمة يعني. وإذا أنت ما قبلت على نفسك ما مفروض أنت توجه لأي شخص يا أخوي العزيز. بس أنا فوق هذا الشيء اللي أنت وجهته لأنمار، شوف طيب، راح نشيل منك القاك حتى لا تقول بأنه ماكو حرية. أنا راشح منك القاك، أي أقدر ننطى القاك الطائر، طائر المهاجر أو طائر ما أعرف منو كان اسمه هنا موجود، بليس يعني شيلوا اعطيك الماك، لا راح اشيل، انت اخذ الماك باسمك. اوكي الماك اذا كان، بس شيل القاق من الطيب وشيل القاق من الطائر. شوف منه من طائر ما اعرف الله يعني، حتى لا يقولون بانه ماكو حريه. نعطي حريه بس لا يكون الغلط والمسبه والانتشار على الادمن واداره الروبوت بليس يعني احسن من الموجودين. احنا قاعدين نريد نسمع في الشيء، نريد نسمع في الكلمة يعني، بس ما يوصل المسبة والغلط يعني. كان من يكون عندك شيء احكي براحتك يا اخي، اذا اقول لك احكي اللي تريده بس ما تغلط، لا تغلط. قول انت مو زين، قول انت ادارتك فاشلة، انت ما تصير ما تفيد للادارة يا اخي، نسمع الكل، اما ما يوصل المسبة والغلط. المسبة والغلط هذا ما يدل على يعني المناقشة أو الكلام الطيب بينك يا حبيبي يا غالي. كلامك على الراس، نزلتك أنا مرة مرتين نزلتك، مو لا تغلط، وما موجودين احنا دا اسمع دا نشوف كل شيء يعني. بس أما ليه يوصل الكلام الغلط يا حبيبي؟ يعني انت اللي سواك نزلك، هو قال لك انزل اذا عندك شيء احكي وياه، اقول انت مو ما عليك سيبر موجود، خلي احكي ويا سيبر خلاص. اما لا تغلط عليه، تغلط يعني انت سويت شيء يا حبيبي يا طيب. اعطيك مو دور، اعطيك دورين، احكي وما حد ما ينزلك من المايك، واطلع من الموضوع عنك، احكي اللي عندك. اما اذا لا تغلط يا حبيبي يا طيب، انت انسان واعي وفاهم وتعرف القانون كل شيء، بس الكلام غير هذا ما نقبل به يا اخي. خلينا بالحوار. الموضوع ايش قد حلو، العراق جيش العراق، يعني انت ليش تدخلون بمواضيع ثانيه يعني؟ والله الموضوع كلش ربع، اول مره اسمع بعزاوي روم تفتحون الموضوع على جيش العراق يعني، صراحه اقول لكم يعني ما كله طائفيه، كله هذا كله كردي عربي تركمان ما اعرف ايه طائفه الشيعة، ما شفت موضوع بنستفاد منه يعني. الموضوع يكون بخير يكون بهذا. الك الماك حبيبي، الك دورين مو دور واحد، احكي براحتك. اوكي، الك الماك. بس دقيقة عزيزي سيوة، بس دقيقة. أنا راح أنطي إنذار إلى الشماحة، يعني خلي يكونون
خلي يكونون واقعيين شوي. أول واحد موزان، أول واحد انذار إلى موزان، انذار إلى أبرهات، وانذار إلى شيرو، وانذار بعد لأرقام. انتبهوا كل الزين. هذا انذار الأخير، الانذار الأخير هذا الانذار الأخير، ما بيها مجال بعد. إذا انطق موزان انطق أبو رهاب، وإذا انطق أبو رهاب انطق موزان، ما بيها مجال. أبو رهاب عزيز السيفر هذا اسم الشهرة الجديد إلى أبو من هو؟ لابن عاد. الاسم الجديد هذا غيرناه، طورنا شوية. اخوان صلوا على محمد. اليوم الجيش العراقي محتاجكم، اليوم الجيش العراقي أبنائكم به. اليوم احنا كعراقيين المفروض نتوحد، المفروض احنا نختلف بالآراء، ماكو مشكلة، نختلف بالآراء، نختلف بالحديث بالكلام، لكن احنا نريد